ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده يا شباب من ابلكيشن 1 اكس بت، الابلكيشن اللي احنا محققين فيه طفره كويسه جدا جدا جدا، اذا كان من اكواد الكوره او اذا كان من الاستراتيجيات المعينه اللي احنا بنتبعها في الالعاب. اللي لسه ما سجلش بالبرومو كود بتاعنا، البرومو كود بتاعنا ليان 15، كل الحروف كابيتال LIAM 15. تمام. البرومو كود بتاعنا بيديك 130% مع اول ايداع، غير ان البرومو كود بتاعنا بيدعم الربح من الالعاب بنسبه تتخطى ال 95%. هننزل لكم كل يوم فيديو على اليوتيوب هنتبع فيه استراتيجيه معينه في الالعاب. الاستراتيجيه ديت هنحاول ان احنا نطلع منها بربح كويس جدا. يمكن اول فيديو معانا النهارده كده هنلعب لعبه كراش. اللعبه دي من الالعاب المحببه ليا، بطلع منها بارباح على طول كويسه جدا. الاستراتيجيه بتاعت لعبه كراش بتقول مبلغ كبير قود قليل، مبلغ كبير قود قليل. بمعنى ايه مثلا؟ وليكن انا حاليا دلوقتي مثلا معايا 21,000، وحابب مثلا ان انا هحط لنفسي تارجت كل يوم، مثلا وليكن $100. تمام. حسب راس مالي انا هبدا اتارجت انا هلعب الراوند بكام. تمام. يعني مثلا وليكن انا مثلا معايا 1000 جنيه، فانا هخش الراوند ب 100. ليه؟ لان الاستراتيجيه بتقول مبلغ كبير قود قليل. انا لو هخش ال 100 يبقى انا عند الواحد ونص وهسحب، مش هستنى اكتر من كده. تمام. هتابع الطياره كام راوند، وبناء على الراوندات اللي انا تابعتها ديت هبدا اخش الراوند اللي بعديها. تمام. زي ما قلت لك مبلغ كبير قود قليل، وده اللي هنطبقه مع بعض دلوقتي. مثلا انا حاليا دلوقتي هخش الراوند ب 100، هستنى الراوند دوت وهخش الراوند اللي بعديه. تمام. هخش الراوند مثلا ب 100 وعند الواحد ونص وهسحب. ولو انت خدت بالك الطياره بتوصل للواحد ونص كتير، نادرا قوي لما بتفرقع قبل الواحد ونص. تمام. هخش كده الراوند دوت كده وهشوف الطياره عند الواحد ونص وهسحب، مش هكتر اكتر من كده. مهما الطياره طلعت اكتر من كده انا ماليش دعوه، خلاص انا خدت عند الواحد ونص. زي ما انت شايف كده هي فرقات قبل الواحد ونص. تمام، مفيش مشكلة. انت لو خدت بالك لو اتبعت معاها حتى استراتيجية المضاعفة هتلاقي الموضوع معاك برضو مش ما فيهوش خسارة. هخش كده الراوند دوت ب 200 وعند الواحد ونص وهسحب. تمام قوي كده. زي ما انت شفت انا الحمد لله عوضت الراوند اللي فات والراوند ده كمان. هرجع تاني للمية وهبدأ ان انا اخش وبرضو عند الواحد ونص وهسحب. لو ركزت معايا هتلاقي ان الاستراتيجية ديت لو اتبعتها وحطيت لنفسك ليميت كل يوم والله هتطلع بارباح محترمة جدا. واحد ونص زي ما انت شفت، والحمد لله انا لو خدت بالك هي بتعدي الواحد ونص كتير جدا. تمام. هخش برضو الراوند اللي بعديها عند الواحد ونص برضو وهسحب، مش هكتر اكتر من كده. واحد ونص واسحب برضو. مفيش احسن من كده. مبلغ كبير قود قليل، مبلغ كبير قود قليل. اتابع الطياره كام راوند كده وهبدا اخش معاها الراوند اللي بعديها. هتلاقي نفسك بتطلع كل يوم بربح كويس. وقبل ما تتبع الاستراتيجيه تحط لنفسك ليميت معين للخساره وللمكسب. يعني مثلا انا هحط لنفسي مثلا $100. يعني انت لو خدت بالك عامه انا حاليا دلوقتي خلاص انا كنت حاطط لنفسي ليميت $100، انا الحمد لله دخلت حققتهم. وانا بلعب بمبالغ قليله دلوقتي معاكوا عشان الناس ما تفتكرش مثلا عشان تلعب لعبه الطياره لازم أن يكون معاك راس مال كبير. لا، انا راس مالي يسمح لي مثلا ان انا العب بمبالغ كبيره. انت ممكن راس مالك مثلا وليكن 1000 جنيه، فخش ب 10 جنيه عادي. وحط ليميت لنفسك ان انا هعمل في اليوم كل يوم 100 جنيه، مثلا كل يوم 1000 جنيه، انت حسب راس مالك وابدا العب. تمام. اجام التطويله عامه بعدها بيبقى فيها عجين تخفيله كده اللي هو هيجي يغفلك، هتفرقع في الاول. فانا يعني ما بحاول ان انا ابعد عن الكام راوند اللي هو بعد جيم التطويله دوت. يعني انا ممكن مثلا لو خدت بالك هتلاقي بص فرقعت في الاول. برضه هستنى الراوند اللي بعديها، مش هخش. ليه؟ هحاول ان انا احافظ على راس مالي، مش اللي انا كسبته هخسره في راوندين ولا حاجه. لا، هستنى عادي، مفيش مشكله. هستنى اشوف الطياره برضو هتلاقيها فرقعت قبل الواحد ونص. غالبا يعني هتفرقع قبل الواحد ونص. لا، هنا عد. ماشي، مفيش مشكله. ممكن نخش الراوند اللي جاي، بس هخش ب50 لان برضو انا مش مطمن لها.
انا ممكن اخطف منها راوند تاني لان انا حققت التارجت خلاص. انت لو خدت بالك انا كنت في اول الفيديو طالب ان انا هعمل 50 دولار والحمد لله انا حققته. قصدي 100 دولار والحمد لله انا حققته. الهدف من الفيديو ان انا بوريك الاستراتيجيه، ان انت لو هتلعب لعبه كراش تطبق فيها استراتيجيه مبلغ كبير قود قليل. ولو طبقت الاستراتيجيه ديت هتلاقي نفسك حققت مبالغ كويسه جدا، يعني هتلاقي نفسك انت طلعت بمكسب كويس. وتحط لنفسك ليميت معين كل يوم. للاسف الراوند ده فاتنا، فانا هحاول اخش الراوند اللي بعديه. تمام، وعند الواحد ونص برضو هاخد. يمكن انا ممكن اخد الراوند اللي جاي دوت وهستكفى بعد كده، خلاص كفايه كده انا حققت التارجت بتاع النهارده. حابب برضو اقول لكم لو في لعبه معينه انت حابب ان انت تجربها ممكن تقولي ونتبع فيها استراتيجيه برضو، ونشوف انا هجربها مثلا مع نفسي، وهبدا ان انا اعرفك مثلا ايه الاستراتيجيات انا كسبت منها مثلا بطريقه كذا، وهبدا ان انا اقول لك عليها. لو خدت بالك انا كنت داخل ب 400، تمام، انا حاليا دلوقتي معايا 623، انا طلعت بمكسب 200 دولار في وقت قليل جدا. تمام. ليه؟ لان انا اتبعت الاستراتيجيه اللي انا قلت لك عليها، مبلغ كبير قود قليل. تمام، واحد ونص واسحب على طول. تمام، هخش مبلغ كبير وعند الواحد ونص وهسحب. اغلبيه الطياره لو خدت بالك وانت تابعت الطياره هي بتعدي الواحد ونص كتير جدا. تمام. فاشوفكم في فيديو جديد، قبل ما انهي قبل ما انهي الفيديو انا هسيب لكم تحت في اول كومنت قناة التليجرام، يا ريت تنورونا هناك. تمام. واللي لسه مسجلش بالبرومو كود بتاعنا، البرومو كود بتاعنا ليام 15 LIAM 15، كل الحروف كابيتال. البرومو كود بتاعنا بيديك 130% مع اول ايداع، غير مكافآت يوم الجمعه ويوم الاثنين. غير ان البرومو كود بتاعنا بيدعم الربح من الالعاب بنسبه تتخطى ال 95%. فالناس اللي لسه ما سجلتش بالبرومو كود بتاعنا، مستني ايه؟ البرومو كود بتاعنا فيه مزايا كتير قوي مش هتلاقيها في اي برومو كود تاني. تمام. واشوفكم في فيديو جديد، شكرا جدا، سلام.